بيدخلوا مسابقه، لو كسبوا هياخدوا 10 مليون دولار، بس لو خسروا هيموتوا على طول. اصحاب اللعبه بيقول لهم هتتقسموا على فرقتين، الفرقتين هيمسكوا الحبل وتشدوا، واللي هيقع هو اللي هيخسر، بس اللي هيخسر هيموت على طول. وبعد ما كل فرقه بتتجمع، الراجل عجوز بيقول لهم شدوا الحبل، وعشان نكسب مش محتاجين قوه بس محتاجين الذكاء قبل القوه. الولد ده بيقول له اخرس يا عجوز، انت كده كده ميت، احنا شباب وعايزين نعيش. الولد بيقول له استنى اشوف هيقول ايه، فبقول انا دايما لما كنت صغير كنت دايما بحب العب اللعبه دي، وكنت بعمل خطه عشان نكسب في شد الحبل. وبقول لهم اول حاجه ثباتوا، ما تتحركوش لورا كتير، وده مش لمصلحتنا. وبقول لهم لو فضلنا نشد وهم يشدوا احنا هنخسر على طول. وبقول لهم كل واحد فينا ياخد جنب شمال ويمين، مش هنبقى ورا بعض على طول. وبقول لهم اهم حاجه ثبات، وفي نص اللعبه تقدموا 3 خطوات وترجعوا بكل قوتكم مره واحده، وبيقرروا يمشوا على خطته وبتبدا اللعبه. وبقول لهم في اول 10 ثواني لازم نكون ثابتين، وبقول لهم تشد الحبل جامد وتبصوا للسماء، انت كده بتطلع كل قوتك. وفعلا بيمشوا على خطته مش بيتحركوا لحد ما واحد من الفرق بيبدا يقع. وبقول لهم دي فرصتنا وبيشدوا جامد، وبيكون اي فرق من دول لو وقعوا مش هيخسروا بس ده هيموتوا على طول.